مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في نشرة الأخبار هاته. قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. إليكم التفاصيل. فارق شاب 30 الحياة مساء أمس الخميس 12 يناير الجاري بعدما سقط من الطابق الرابع لعمارة سكنية في حي السلام بمدينة أكادير في ظروف لا زالت غامضة. وحسب مصادر مطلعة فإن الشاب 30 الذي كان يعمل قيد حياته مهندسا معماريا بأكادير صعد إلى سطح العمارة من أجل إصلاح البارابول، حيث حاول الصعود من شرفة ضوايا، إلى أن الحاجز الحديدي تكسر، ما تسبب في سقوط الضحية أسفل العمارة ليفارق الحياة على الفور. منظر هز كل من عاينه هذا، وفتح تحقيق قضائي في الموضوع من طرف مصالح الشرطة القضائية بعدما تمت معاينة جثة المتوفى وتوجيهها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير في انتظار نتائج التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة تبعا للتعليمات النيابة العامة باستئنافية أكادير. والسلام عليكم.